السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن إزاي تتعلم برمجة. كله قاعد أصبح شاف الChatGPT والAI واللي أصبح هو متملك وسيد العالم في كل حاجة دخل فيها الAI والartificial intelligence بقى شيء مفروغ منه في كل حاجة، سواء مصادر التعلم، البحث العلمي، أي شيء دخل فيه الذكاء الصناعي. ولكن الذكاء الصناعي هو المتحكم في البرمجة، فأنت على الأقل مش لازم تبقى شخص بروفيشنال في تعلم البرمجة، ولكن لازم تبقى داري بلغات البرمجة وبايثون أو جافا سكريبت أو أي لغة برمجة أخرى. فأنت عشان تبقى شخص بروفيشنال في تعلم البرمجة لازم تمر بالأربع مهارات دول علشان تبقى شخص بروفيشنال. ولما تيجي تاخد أي كورسات أو أي دورات تبقى فاهم وقاعد واعي لكل كلمة بتتقال، مش تبقى زي ما بقول لك إيه مثال يعني أنت بقول لك زي القطش في الزفة. مش فاهم إيه الدنيا وبتقول أنا مش فاهم أتعلم مش عارف أتعلم برمجة، فعشان أنت مش متقن الأربع مهارات دول فأنت لازم تتعلم الأربع مهارات دول. كل مهارة هتسحبك للمهارة التانية تتعلمها بإذن الله عشان ترفع مستواك اللي أنت تقدر تستوعب من الكورس اللي أنت تحضره في تعلم البرمجة. فيلا بينا نتعلم الأربع مهارات دول بإذن الله، ونتكلم عن المصادر اللي هنقدر نتعلم من خلالها الأربع مهارات دول. فيلا بينا. وأنت بتتعلم الأربع مهارات دول مش لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، إن مش شرط تكون متقن الأربع مهارات دول تتقنهم جدا جدا علشان تبقى تتعلم برمجة. لا، وأنت بتتعلم برمجة ممكن تتعلم الأربع مهارات دول بحيث إن كله يساعد بعضه. فأول مهارة معانا وهي التاتش تايبنج، الكتابة السريعة على الكيبورد. دي مش هتفيدك بس في مجال البرمجه، لا اللي هتفيدك جدا ان انت توفر وقت ممكن تتعلم فيه حاجه من البرمجه توفر وقت. يعني انت كنت بتكتب مثلا كلمه او كلمتين بتاخد وقت ان انت انك تبص على الكيبورد وترفع عينك وهكذا، فتشوف انت كتبت صح ولا غلط، فبياخد منك مجهود ووقت وبعدين بتعب ظهرك. فالتاتش تايبنج انت لازم تتعلم الكتابه السريعه جدا عشان هتساعدك انت تكتب كودنج، لان انت ممكن تعمل موقع او تبرمج موقع او تطبيق هياخد منك الاف الاسطر او الكود اللي انت هتبقى ممله وصعبه جدا بالنسبه لك. فانت لازم تتعلم التاتش تايبنج. طب تتعلم التاتش تايبنج منين؟ من موقع جميل جدا هيساعدك تتعلم التاتش تايبنج، هو اسمه تايبنج كلاب. موقع جبار باذن الله، هسيب لك لينك في الديسكربشن، وهو ياخدك من مستويات من مستوى ليفل 1 لغايه لما توصل لشخص بروفيشنال ممكن تكتب 40 كلمه في الدقيقه. فاره معانا وهي اللي انت لازم تتعلم انجليزي. فالكمبيوتر مش بيفهم اللغه العربيه ولا بتعمل اللغه العربيه، بتتعامل اللغه الانجليزيه. فانت علشان تكتب التايب كودنج او اي كود لازم تكتب باللغه الانجليزيه. تمام. طب لو انت مثلا كاتب كلمه انجلش او السبيلنج بتاعها غلط، فده الامر باظ، مش هتقدر تبعت امر لان الكمبيوتر مش هيفهم انت عايز ايه، لان انت كاتب الكلمه غلط والسبيلنج بتاعها غلط، فمش هيقدر يفهم انت عايز ايه. فانت لازم تتعلم السبيلنج واللغه الانجليزيه. فتعلم اللغه الانجليزيه ارشح لك تطبيقين للاستاذ ابراهيم عادل، اللي هو اولا تطبيق طريق والتاني زي امريكان انجلش، هيقدروا يرفعوا كفاءتك باللغه الانجليزيه اللي انت تقدر تكتب كود كويس وصح وبلغه صح. معانا وهي مهاره اللي انت لازم تتعلم البحث. لازم تبحث بنفسك عن المعلومه سواء على جوجل او على اي متصفح تاني. لازم تتعلم البحث، تتعلم بحث على المعلومه، لان البرمجه جايه على البروبلم سولفنج او حل المشاكل. في البرمجه هيجيب لك مشاكل كبيره جدا، فانت لازم تتعلم تحل المشاكل دي. فانت طب هتحل المشاكل ازاي؟ ان انت تبحث عن حل مشكله وتبدا تطور بنفسك. فالبحث مهم جدا، لازم دي مهاره لازم تتعلمها علشان توصل لافضل نتائج البحث اللي ممكن مش اي حد يوصل لها. فاحمد ابو زيد كان عامل فيديو مهم جدا ازاي انت تستخدم محركات البحث افضل استفاده في البحث. فهسيب لك لينك الفيديو في الديسكربشن ممكن تبص عليه. وباذن الله هنعمل سلسله ازاي تتعلم البحث على جوجل، هو يكون فيديو او فيديوهين بحيث ان احنا نساعد حضرتك ان انت تستفاد من محركات البحث في تفيدك ان انت تتعلم برمجه وتبحث كويس. رابع مهاره معانا وهي اللي انت تحل مشاكل. البرمجه مش كونها لغه انت بتتعلمها، لا بتعلمك ازاي تتعامل مع المشاكل وازاي تدير مشاكل وازاي تكون شخص منظم وانت بتكتب كود. لو في فراغات مثلا هتبدا البرمجه مش بتعلمك ان انت تكون لغه اي برمجه خلاص، لا بتعلمك الانضباط، بتعلمك ازاي تحل مشاكل، بتعلمك ازاي تكون منظم ومرتب، مش بتحب العشوائيه جدا. عشان كده لو انت عشوائي مش هتتعلم النظام في البرمجه. فنصيحه مني ليك ان انت تحاول تتعلم الاربع مهارات دول بحيث ان هم بجانب تتعلم البرمجه بحيث ان هم ياخدوك ويشدوك ويكملوا بعضهم اللي انت تتعلم تكون شخص بروفيشنال برمجه. ولو عجبك الفيديو، لو وصلت لغايه النقطه دي في الفيديو، مش تنسى تعمل القناه باشتراك وتفعل زر الجرس بحيث ان يوصلك كل جديد باذن الله. القناه اللي احنا هنهتم بالسلسله الجايه بالبرمجه، يعني تدعمنا كده وتكون شخص عزيز علينا.